بيقولوا إن الكتاب خير جليس وخير صديق، لكن في حد هيقول لك يا عم دي مبالغة وكلام شاعري. لكن من موقعي ده أقدر أقول لك إنه فعلا الكتاب خير صديق، خير صديق للي تعلق بيه وأبحر في عالم المعرفة والحقيقة والخيال. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله رايح معرض الكتاب لاول مره، وده يعني يبدو نوعا ما غريب شويه بالنسبه لحد هو محب للقراءه، وانا الشخص اللي بلخص لكم الكتب وبعمل لكم مراجعات للكتب وبرشح كتب، وبعدين ما كنتش رحت معرض الكتاب ولا مره، فده غريب شويه. فان شاء الله يكون يوم لذيذ واقدر كده اشارككم مشترياتي من معرض الكتاب النهارده. صباح العسل. صباح الأخبار. عامل ايه؟ زي الفل. جالي حاله فاريكوس فين وجانجليون سيست، وجالي ابدومينال انسبكشن، وقال لي بالبيت الديب بالبيشن اللي هو السبلين والليفر. يعني قعدت طول الوقت بتاعه ال8 ايام اللي كانوا معايا بذاكر هيرنيا ولايبوما وثايرويد وستراكتيف جوندس، في الاخر ولا جت ولا واحده فيهم. انا صورني من قفايا يا اسطى. طبعا اضطريت ان انا اسيب زمايلي علشان محتاج ان انا اعمل تصريح للكاميرا عشان اقدر ان انا ادخل جوه واصور. فيعني الموضوع يعني رخم شويه، بس ماشي مش مشكله. عايز اوثق اليوم الصراحه بشكل كويس، وفي برضو يعني دماغي مسحوله بالوقت، عايز الحق علشان اجيب الحاجات اللي انا نفسي فيها. عندي لستة كبيره جدا من الكتب اللي اتمنى ان اقدر اجيب حتى ولو جزء صغير منها النهارده. عاوزين نروح الهيئة العامة للكتاب دي، بيقولوا كتب كبيرة. علاقتي بالقراءة كانت غريبة نوعا ما، ورغم إن من صغري وأنا محب للكتب، يعني حتى الكتب المدرسية، لكن المشكلة كانت في عدم التوجيه. ما كانش في الشخص اللي ممكن يوجهني ويقول لي يا ابني في كتب معينة ممكن تقرا فيها، في مكان فلاني ممكن تروح تشتري منه كتب. فالشخص ده ما كانش موجود للأسف. بلس إن أنا برضو ما كانش عندي الوعي الكافي اللي يخليني أدرك أهمية حاجة زي دي. يمكن أفتكر بعض المرات في فترة ثانوي المدرسة كان فيها مكتبة، فافتكر بعض المرات اللي رحت فيها المكتبة وقرأت في بعض الكتب. يا عم مش عايز تقول ايه للجمهور يا سامي؟ قولي للجمهور اه اقروا يا جماعه، القرايه فتح المخ. طب وانت بتقرا يا سامي؟ بصراحه ماشي. يا عم كنت انا عامل لك بوظت الحكمة. عامل لك هتقفي عليا بوظت الحكمة. بس معلش. المهم بقى، يعني يمكن في فترة تانية ثانوي دي كانت أول تجربة ليا مع القراية. حد كان بيقول يا جماعة في كتاب مش عارف للدكتور مصطفى محمود اسمه حوار مع صديقي الملحد. أنا مع كل معلوماتي عن الدكتور مصطفى محمود إن هو ليه برنامج اللي هو العلم والإيمان، ما أعرفش بقى إن هو بيكتب مثلا، فيعني كان الواحد عنده جهل في النقطة دي. فالمهم إن أنا قريته وعجبني جدا. وبرده ساعتها كان الباشمهندس أحمد أبو زيد رشح كتاب اسمه العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، والكتاب ده انا قريته في ثالثه ثانوي، وبجد اتبسطت بيه، وكنت بحاول ان انا اطبق البيبي ستيبس اللي كانت موجوده في الكتاب. فدي يعني نقدر نقول انها كانت البدايه يعني. بعد ما دخلت الكلية الموضوع بقى أفضل كتير، الكتب متوفرة في كل مكان، أبقى ماشي في أي شارع من شوارع اسكندرية ألاقي حد بيبيع كتب. وبرضو الواحد بدأ يبقى عنده وعي، بدأت أدرك أهمية القراءة وإني لازم أقرأ في مجالات مختلفة، وقراءتي ما ينفعش تبقى مقتصرة بس على المذاكرة والجانب الدراسي، وحب الكتب يبقى مقتصر على الكتب الدراسية. فمن هنا وأقدر أقول إنه
بداية التزامي بقدر يومي ثابت للقراءة كان من حوالي سنتين. الواحد جات له فترات كان شبه منقطع فيها، لكن بشكل عام في استمرارية وفي ترسيخ للعادة. طيب أنا ليه بعمل الفيديو ده؟ مش بعمله عشان أقول أنا مثقف وجامد ويعني كلام من هذا القبيل، لكن صدقا الموضوع ده بيعني لي الكثير، وأنا متأكد إنه في ناس زيي عندها نفس الأحاسيس دي تجاه الكتب وتجاه القراءة. وإن شاء الله إن شاء الله ده مش هيكون آخر فيديو عن القراءة. باي ذا واي. يعني اليوم كان مجهد جدا 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 جدا. والله. وطلعنا بهذه الحصيله، يعني مش عارف يا باينه ولا لا، بس يعني ان شاء الله ما يعني مش حصيله كبيره قوي يعني، ولا حتى واحدة من قلبه في الكتب. ما جبتش 25% من اللي انا عايزه. فممكن نكمل باقي الكتب لما نرجع اسكندريه، نظرا لغلاء الكتب بشكل فاحش هنا. تعالوا بقى اما اشارككم الكتب اللي اشتريتها من معرض الكتاب. الحقيقه ان معرض الكتاب بالنسبه لي كان 3 ايام، يوم المعرض ذات نفسه، ويوم قبل المعرض، ويوم بعد المعرض. اليوم اللي قبل المعرض كنت في اسكندريه مع صديقي واخويا احمد مصطفى، احلى مسا زميلي. فبصراحه كان رايح يشتري بعض الكتب، فانا ما قدرتش اقاوم، لان الحاجات ديت يعني صعب ان هي تقاوم. فاشتريت كتاب الرحيق المختوم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، واشتريت كتاب رسائل من القرآن لأدهم شرقاوي. ده أول يوم. تاني يوم بقى اليوم بتاع المعرض اشتريت 3 كتب برضو، وكلهم كتب في الفكر الصهيوني، في اليهودية. في كتاب لدكتور ياسر ثابت، تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي، ده أول كتاب. وكتابين بقى لدكتور عبد الوهاب المسيري، نهاية التاريخ، دراسة في بنية الفكر الصهيوني، دكتور عبد الوهاب. وبرضو حوارات دكتور عبد الوهاب المسيري في الصهيونية واليهودية. ال3 كتب من دار دون. بصراحة أنا مرضي بيهم، لأن ديت اهتمامات الفترة الجاية إن أنا أقرأ في الموضوع ده. بس طبعا مش مرضي قوي، لأن أنا كنت رايح بقائمة كبيرة من الكتب اللي أنا عايز أشتريها، لكن الأسعار بصراحة كانت غالية جدا جدا يعني. فأنا قلت بقى نبقى نكافئ نفسنا بعدين. تالت يوم بقى لما رجعنا اسكندرية اشترينا 3 كتب. رواية أرني أنظر إليك، دكتورة خولة حمدي، و Think and Grow Rich for نابليون هيل. وكمان اشترينا الحرافيش لنجيب محفوظ. فديت الكتب اللي اشتريناها من أيام المعرض. فبس كده، أتمنى تكونوا اتبسطتوا باليوم وبالتجربة دي، وإن شاء الله الفترة الجاية نشارككم خلاصة هذه القراءة. فشكرا، سلام. هل ده أحد أبواب القاهرة القديمة؟